انا لسه ما جهزتش، لسه اللحظه المناسبه ما جاتش، لسه الفرصه اللي انا عايزها ما ظهرتش قدامي ومش هتظهر ومش هتيجي ولو قعدت مليون سنه. والله العظيم مش كل حاجه بتشيل نفسك همها، في حاجات يا ابني بتسيبها على ربنا، بتسلم امرك لربنا في الامور دي. سيدنا ابراهيم لما خدوه حطوه في النار، ساعتها ما كانش بايده انه يعمل حاجه، وعلى فكره ما استسلمش، كل ما في الامر انه هو ساب الامر على ربنا، ساب الامر على ربنا. ساعتها كانت الاجابه من عند ربنا ايه؟ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هيتبدل حالك اما تصدق ان ربنا قادر انه يبدل حالك، هيتفتح لك الابواب المعصلجه والمقفوله اما تبقى على يقين ان ربنا قادر على كل صعب وقوي، هيتسهل عليك كل حاجه اما تبقى متاكد ان اللي قال بردا وسلاما على ابراهيم يقدر يقول بردا وسلاما على قلبك من كل المشاكل اللي موجوده في حياتك. لازم يكون عندك ايمان ان ربنا قادر يعمل ده، قادر يعمل ده في لمح البصر، في عز الوقت اللي انت شايف ان مش ممكن يحصل ده ربنا ممكن يعمله. مش ممكن ده اكيد، ربنا مطلع على الصوره اللي في حياتك، مطلع على كل جوانب حياتك، مطلع على كل حاجه. والله العظيم هيجيب لك الحاجه اللي انت عايزها في اكتر وقت، هتبقى عارف ان ربنا مختاره مناسب. فوض امرك لربنا، قول له يا رب فوضت امري ليك يا رب، ومالكش دعوه باي حاجه.